السلام عليكم حبايب قلبي، بعتذر جدا جدا على التأخير، بس والله اليومين دول في حاجة غريبة في الجو. أنا وبناتي بنسلم البرد لبعض، فاللهم لك الحمد على كل حال. المهم إنكم وحشتوني جدا جدا. يلا قبل ما نبدأ الحلقة السادسة من رواية عشقتها سعودية، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. وبالليل في قصر الجوهري كانت الأنوار الزاهية مالية المكان بنورها، وبدأت تيجي المعازيم وكانوا كلهم من الشخصيات المرموقة. أما الشباب فكانوا واقفين زي الفرسان بوسامتهم الطاغية في جناح البنات. كانوا واقفين وفعلا كانوا زي الأميرات اللي مستنيين فرسانهم. كانت حليمة بتبصلهم بسعادة فوق الوصف، وكان واقف صلاح بهيبته المعهودة فقال بدموع فرح بتتلألأ في عيونه: ربنا يرحمك يا كمال يا ابني، كأني شايف كمال ابني قدامي بالظبط. حلم اتحجج، ربنا يسعدكم يا حبايب جدكم. يلا يا حبايبي علشان اسلمكم لعرسانكم. اما تحت كان العرسان واقفين بابتسامة ساحرة، فقرب كل واحد من عروسته ادهم بابتسامة وعشق. ما شاء الله زي القمر، ربنا يحفظك ليا يا رب من كل سوء. نور بخجل وسعادة: ويحفظك ليا يا رب. كنان بغمزة ومرح: ايه يا فرح القمر ده؟ لا بالراحة عليا انا مش قدك. فرح بقلق وخوف: بجد يا كنان انت شايفني حلوة؟ كنان بابتسامة حب: لا مش شايفك حلوة، شايفك احلى واحدة في الدنيا كلها. سيف بابتسامة وحماس: ايه يا وزة قلب الحلاوة دي بس؟ زينب ضحك وسعادة: حتى يوم الفرح دماغك في الواكل. سيف بابتسامة وهمس: لا والله العظيم النهاردة دماغي فيكي انتي وبس يا زوزو. أركان بغيظ شديد: في ايه؟ افرضي خلقتك دي قدام الناس لا يقولوا متجوزة غصب عنك. سلمى بغيظ شديد: ما هو فعلا كده، هاني مش طايقاك اساسا. أركان بغيظ وسخرية: لا هانا اللي دايب فيكي يا خليفة، دي جوازة الهم. وبالفعل كتبوا الكتاب وبقوا أزواج على سنة الله ورسوله. في جناح نور وأدهم كانت نور واقفة بكسوف شديد بعد ما صلوا سوا، فمسك أدهم إيديها بحنان شديد: حبيبتي أنا مش عايزك تكوني بعيدة عني كده. نور أنا مستحيل أذيكي أبدا، مش انتي حاسة بكده؟ نور بابتسامة عشق: تأذي؟ انت تعرف تأذي؟ انت ملك يا أدهم، صدقني أنا مش مصدقة عادي إني بقيت مراتك، ده كتير عليا جوي. حضنها أدهم بحب وعشق وهمس، خلاها تتمسك بيه وهي بتستنشق ريحة عطره الجميلة. وفي جناح سيف وزينة كانوا قاعدين وهما بياكلوا سوا باستمتاع وضحك وكأنهم بيكتشفوا بعض. سيف بابتسامة: الأكل حلو قوي مش كده؟ زينة بابتسامة وسعادة: جوي جوي يا حبيبي. سيف بصدمة: انتي قلتي ايه؟ زينة بجراءة وعشق: قلت حبيبي، ايه عيب اقول كده لجوزي؟ سيف وهو بيبوس ايديها بعشق: وانا كمان بحبك يا زينة، مش عارف امتى ده حصل، بس كل الحكاية اني بقيت حاسس انك بنتي مش بس مراتي. زينة بابتسامة وسعادة: ربنا يخليك ليا يا سيف. سيف وهو بيبوس ايديها بهمس: يعني مستعدة تكوني مراتي بجد؟ زينة بخجل وابتسامة: طبعا مستعدة جاوي، لاني مش هحس بالامان اكتر من حضنك يا سيف. وفي جناح كنان وفرح كانت واقفة فرح بدموع وألم وهي مدياله ظهرها بعد ما غيرت الفستان، وهي بتخفي الحرق ده بإيديها، وكانت حاسة أكنها النهاية قبل البداية، بس اتفاجئت باللي بيحضنها من ظهرها بحنان وعشق. ايه حرماني منك كده ليه؟ مش حرام عليكي؟ أهون عليكي؟ فزق ايديها فبصت له بدموع وألم: كنان انا والله كنت هقولك بس خفت انك تسيبني. انا كنان وهو بيبوس ايديها بعشق وقال بهمس قاتل: انا مش فارق معايا اي حاجة، صدقيني انت في عينيا احلى بنت في الدنيا كلها. خالتي حليمة قالت لي قبل الفرح، بس والله انا مش فارق معايا خالص. فرح بدموع وألم: كيف بس مش فارق يا كنان؟ هتستحملي الحرق اللي في جسمي ده ازاي بس؟ كنان بعتاب: هو انت شايفاني زبالة قوي كده؟ فرح بدموع وصريخ: اقسم بالله ابدا، انت احسن راجل في الدنيا، بس كل الرجال بيبقوا عايزين يتجوزوا بنات حلوة. كنان بابتسامة وهو بيمسح دموعها: وانا متجوز احلى بنت في الدنيا. فرح: مش انتي بتحبيني؟ يبقى خلاص صدقيني انا عمري في حياتي عمري ما هجرحك ابدا لو على موتي. فرح بابتسامة وعشق:
بحبك جو يا كنان. وفي جناح سلمى وأركان كانت واقفة سلمى بغير شديد وتوعد، وهي شايفة الدولاب كله مليان بالقمصان الملونة، فقالت بغير شديد: عملتيها يا حليمة، وطبعا زمان الهوانم لابسين كده وخربينها على الآخر، اما طينت عيشتهم. هو أنا هلبس ايه دلوقتي؟ اوف. كان خارج أركان من الحمام وهو لافف فوطة حوالين وسطه بس، فحست بارتباك وضعف، فاستعادت ثباتها وقالت بغيظ: ايه المنظر ده عاد؟ ما تلبس كل هدومك جوه. أركان باستفزاز وخبث: جرايه يا خليفة، ما احنا زي بعض يا راجل، مفيش فرق، هتتكسف مني، وبعدين ده النهاردة ليلة دخلتي. سلمى بغيظ شديد: دخل عليك جطر وخلصني منيك، بقول لك ايه، لمي نفسك بعد كده، انت مش قاعد هنا لحالك. أركان وهو بيقرب منها بخبث ومكر: طب ايه بقى، مش هتغيري الفستان ده وتلبسي قميص نوم، او ما تلبسيش، مش فارق معايا. سلمى بخجل شديد وارتباك: بقول لك ايه، بلاش كتر حديد، اللي انت بتفكر فيه ده مش هيحصل، واصل انسى. أركان بخبث ومكر: انت شايفة كده؟ سلمى بارتباك وبتجاهد تداريه: ايوه شايفك ده، وتفضل فكلي الزفت ده، خليني اجلع وفطسني. أركان وهو بيفتح سوسة الفستان بخبث وهو بيحاول إسقاط حصونها، أما هي فكانت هايمة بين إيديه، كانت في عالم تاني، عالم تتمنى تعيش فيه على طول. فوقع الفستان على الأرض، فشهقت بفزع من شكلها قدامه، فمسكها بسرعة وهو بيبص في عيونها بجدية: أنا مش هاخد منك أي حاجة بالغصب، بس أنا كنت دايما حابب مراتي ترقصلي أول يوم جوازنا، وده واجبك. سلمى بخجل وارتباك: نعم، أرجوز لك، لا طبعا مش هيحصل، واصل. أركان بخبث ومكر وهو بيحزم وسطها: لا هيحصل يا سلمى، وغصب عنك، مع إني عارف إنك مبسوطة بده. سلمى بارتباك وغيظ: مبسوطة بإيه عاد؟ انت بتحاول تثبت لنفسك اني واجعة فيك علشان ترضي غرورك اللي هيموتك ده، لكن انا عمري ما حبيتك يا أركان. أركان بخبث ومكر وهو بيحاصرها بين ايديه: كدابة، انا بجري في دمك يا سلمى، انت عمرك ما حبيتي غيري ابدا. سلمى بارتباك شديد وضعف: أركان ابعد، مش كده. أركان وهو بيقرب وبيتكلم بهمس: أنا استحملت لسانك كتير قوي، بس من دلوقتي هتكوني من ممتلكات أركان الجوهري. في فيلا سليم كان قاعد ماهر وهو بيشتغل طيار في نفس شركة الطيران اللي شغال فيها أدهم، بس بيكرهه جدا بسبب تفوق أدهم عليه في كل شيء. فيروز بغل وحقد: ها فهمت هتعمل ايه كويس؟ ماهر بثقة: ما تقلقيش يا هانم، فهمت هعمل ايه بالظبط، ده انا مستني اليوم اللي اخلص منه فيه من زمان قوي. فيروز بثقة وثبات: وهي جاتلك الفرصة لحد عندك، امسك دول والباقي بعد ما الموضوع يتم. ماهر بثقة: ما تقلقيش يا هانم، كله هيتم زي ما انت عايزة. سليم بحدة: ممكن افهم انت بتخططي لايه؟ فيروز بكره وانتقام: هبدأ بأول ضلع في الخطة. تفتكر لو أركان باشا قبض على أدهم أخوه بتهمة تجارة المخدرات مش حاجة تفرح؟ هو لسه هتشوف مني يا أركان. في قصر الجوهري في جناح سلمى وأركان كانت سلمى بتسحب الغطا على نفسها وهي بتبتسم، وما كانتش عارفة انها بين ايديه هتكون بالسعادة دي، وانها هتكون بالضعف ده بسبب عشقها ليه. فبصلها بسخرية واستفزاز: ألف مبروك يا عروسة، أديني أهو خدتك بالرخيص من غير أي مجهود. سلمى بصدمة: أركان انت بتقول ايه؟ أركان وهو بيمسكها من شعرها بغيظ شديد: بقول اللي سمعتيه يا واطية، أنا سمعتك وانت بتتكلمي مع اخواتك امبارح، وانك عايزة تبعديهم عن اخواتي وتدمري حياتهم وسعادتهم، وانا اللي يقرب من اخواتي أدفنه. ايه يا شيخة، ايه كل الغل اللي جواكي ده؟ قسما بالله لو ما بعدتي عن حياة اخواتي لوريكي اللي عمرك ما شفتيه. واسمعي، انت هنا ليا مش اكتر من خدامة، وانزلي غوري اعملي عشا. سلمى بدموع ووجع: عشا؟ عشا ايه؟ وهنزل كيف دلوقتي قدامهم؟ أركان بغضب جحيمي: ما تخافيش، مفيش حد تحت، كلهم زي الملكات مع جوازاتهم، وهيفضلوا فاكرين الليلة دي إنها أجمل ليلة، لكن انتي لياليكي كلها معايا هتبقى جحيم. يلا غوري على تحت يلا. سلمى بدموع وكسرة: حاضر حاضر. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. فهل يا ترى فعلا سلمى ضعفت قدامه للدرجة دي؟ وهل فعلا أركان بالندالة دي؟
طب ايه سبب كره أركان لسلمى بالشكل ده؟ وهل مخطط فيروز هيتم ولا لأ؟ وده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. حبايب قلبي اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل أصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية جميلة وكوميدية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جانا وزينة، بحبكم قوي، سلام.